بقول لك ايه، انا لما كنتش قاعد معاهم كنت بعملوا مقلب من المقالب بتاعتهم. يا نهار اسود. لا لا اصبر يا حليم. استنى بتمسك ايه بايدك؟ لا حليم انت مالك؟ طب يا حليم قلت لك اقفي بعيد انت. دي فلاشه. ايه ده يا حليم؟ ده يا ان حليم شاء الله شافت الزفت المرعب ده. يا خلي حليم. بس كده. الناس في قلب الجنينه ما اشوفش كمان جواها ايه. سيب بيتك، روح العنوان اللي هتلاقيه في ظهر العلبه. انت هتروح يا عم مالكش دعوه بينا، احنا هنعرف نروح عنه. انا مش بتكلم معاك. ده طلب المصري عارف يعني ايه؟ اهي ورقه بص استني لا. طلع الرساله. يا امل استني، ما هو ممكن يكون مجند حد. انا هخاف اكتر. يعني ايه مجندها؟ يا ده هيجندوك انت كمان. في ايه هنا؟ انا عايزه افهم حضرتك بتعمل ايه؟ امل ده كده بجد كفايه يا جماعه بقى، كفايه هزار واستهتار بالموضوع. احنا بنستهتر بالموضوع؟ ايوه انا فعلا لازم اروح اشوف فيه ايه. قبل كده لما حصل حوار زي كده برضو طلع بجد، واللي انا كنت بعمله هو الصح. فبعد اذنك انا ولا عايز حد يتدخل معايا في اي حاجه، كل واحد يخليه في حاله. انا هعرف اتصرف. عايزه تيجي معايا اهلا وسهلا، مش عايزه تيجي معايا انا بحضر شنطتي وهتكل انا عايزه على افهم الله انت وحدي. بتحضر شنطتك عشان هتروح فين؟ هروح يا بنتي على نفس العنوان اللي اتكلمت. وبعدين انت مش عندك مسؤوليه؟ طب هقول لك على اقتراح حلو. ايوه. هقول لك على اقتراح حلو. انتوا سافروا، هتقعدوا في اوتيل بعيد عن اي حاجه خالص، وانا هروح على العنوان. وانا بضحي بيك بقى، بضحي بيك مكان انت رايحه. يا ستي هبعت لك لوكيشن مكان ما انا واقف، الموضوع سهل. انا مش فاهمه يعني ايه يلا امل سفر؟ عشان الوقت. يعني ايه يلا علشان سفر الوقت ويلا لان خروج؟ انا هو مش انا فاهمه. لازم اسافر النهارده بالليل، مفيش وقت. هتحضري شنطتك معايا ولا اتكل على الله انا لوحدي؟ انا مش فاهمه اقول لك ايه، يعني هسيبك في الكارثه دي لوحدك مثلا؟ هتيجي نلحق نحضر الشنط عشان شنطتك بتاخد وقت حضر كتير. حضر يا حليم. عارف انا هقعد اقنع فيكوا في حاجات انا عارف في الاول في الاخر ان انتوا هتقتنعوا بيها. هو الكلام ده فيه هزار يا ست امل انت كمان؟ بصوا يا جماعه انا بجد مش مستوعبه اللي هو فيه، وبرده عايز يسافر ومقرر وقال لنا هنقعد في الاوتيل وهو هينزل هو اللوكيشن ده. فخلاص يا جماعه قدامكم بقى، انا بقول له براحتك وشوف اللي هيجرى ايه، ورب يعني الله اعلم انت رايح على فين. مش هقول اكتر من كده يا جماعه. سبحان الله سبحان الله. انتوا قعدتوا انا مش فاهمه بجد، مفيش حاجه اسمها كده اصلا. كبروا الموضوع، والموضوع اصلا شكله في الاخر هيطلع مش مستاهل. ماشي، اوكي، اتفضل. تعقدوا الامور ليه؟ سبحان الله. إيلا بس يا لولي، بس دي الجاكيت بتاعتك اسمها إيلا جاكيت. بصوا يا جماعة احنا قاعدين بنهون على نفسنا شوية اللي احنا مسافرينه ده والله لازم مش هتعرفي كل حاجة. انا خليتها بصوا تجهز في ثانية وانا جاهز في ثانية. كان قدامنا بجد مش عارفة احنا اصلا لقينا طيران ازاي، فربنا ستر. هلا عايزه تقول حسبنا الله. فعلا عشان بس ماشيين ولا حالين كله في 5 دقايق. في الاخر لو لقينا حيطه سد كده والله لازم ما تعرفنيش تاني. ما تعرفنيش تاني. هعمل كده واقطع مش بس مسفريني معاهم كده وانا مش عارفه اي حاجه في اي حاجه، ده كمان شكلي ماليش اي 3 لازمه. شايفين القعده عامله ازاي؟ انا فين طيب؟ انا معاكوا على فكره، انا معاكوا هنا. اخيرا قادر فالصالون بدأ بقى والاستجمام وكل حاجه حلوه. انا عن نفسي جايه معايا في فصلان جدا بقى وروقان وحال عنب، يعني بصراحه يعني انا جايه لك في الصراحه. الحمد لله. قوم بقى ننزل كده نكتشف زي كده. الفل. انتوا بقى ناموا كده ايه عشان انا جايه معايا بنوم. انتوا في الصالون وانا نوم. انا لازم ارتاح بصراحه لحد الصبح. الواحد محتاج يفصل جدا طول السفريه كده. لحد الصبح. الله. محدش يصحيني ولا حد يكلمني. لا احنا هننزل دلوقتي نستكشف في الاوتيل ولا هننام ولا ايه؟ انا هنام انا لحد الصبح. ربنا يسهل. بس كده؟ والله مش عارف انا ما يا لولي صدقت إن اصلا أنا وصلت. دخلت اول ما شافت السرير نامت اصلا. الحمد لله كده. احمد ربنا لحد كده. الحمد لله. انا اصلا شكلي كده هرجع في كلامي ولا رسائل ايوه ولا فضائيين. جدع كفك. ايوه يلا. جدع جامد. هو ده استجمام هو ده اللي انا استجمام بلا مستنياه وجع منك. دماغي يا ستي بلا هو ده بحر بقى وطول رسائل ودنيا. ايه ايوه وبتاع ايه. حلو كده اسطوره. قوم يلا حضر معايا الشنطه. لا الصبح لا.
قوم يلا نجيب بيجامات. عايز انام والله. اقعد احضر لوحدي انا. عملنا اللي انت عايزه وجينا وسافرنا، وفين وفين لما لقينا اصلا تيكت طيران في نفس الوقت، واتبهدلنا اخر بهدله وجينا. انا عايزاك بقى تعمل اللي انت عايزه. هو انتوا هتذلوني عشان جيتوا معايا يا امل؟ بجد اعمل اللي انت عايزه. احنا بقى بصراحه نبقى مع نفسنا، يعني انا عن نفسي عاجبني هنا الاجواء جدا. هاخد الاء واخد لولي وننزل البحر ونعيش. لا والله. انت بقى مع نفسك. يعني انتوا جيتوا بجد عشان تنبسطوا كده؟ اه بجد. انا قايله لك على فكره من هناك ان انا هاجي معاك وهقعد في الاوتيل وهتبسط. انت اعمل اللي انت عايزه، روح بقى للناس بتوعك والفلاشه الغريبه اللي انت شفتها واعمل اللي انت عايزه. انا ماليش دعوه بيك. صدق انا غلطان، بظبط الكاميرا عشان ننزل يا عم مالكش دعوه بينا، احنا هنعرف نروح على والله نفسنا. العظيم انا غلطان. بصراحه مش بتكلم معاك، يعني انا اصلا بتكلم معاك عشان اقول لك ان انت تعمل اللي انت عايزه بصراحه، لان انا فعلا ناويه ان انا استلم اصلا بصراحه. يعني نضارتي التانية فين؟ معرفش انت جاي حبيبي في ورقه هنا. ايه ده؟ دي ورقه. ايه ده؟ استنى بس، دي ورقه مكتوبه بالمصري. لقيتها هنا، ما كانتش موجوده هنا امبارح. ممكن اقرا بس؟ برافو عليك انك سمعت الكلام. انتظر مني الرسالة القادمة. رسالة ايه؟ رسالة ايه؟ انت بتدور على رسالة ايه؟ تعالى بس تعالى. دي رسالة مكتوبة بالمصري، عارف يعني ايه؟ ايه؟ يا ابني ده حوار. فضائيين ايه وبتاع ايه؟ فضائيين هيكتبوا بالمصري؟ ده حوار معمول فيك، تلاقيه من صحابنا ولا من اي. اهي ورقة. بص استني. لا لا يا امل. لا هو قال لي ايه يا امل؟ لا يا امل ايه؟ ده حوار معمول فيك. يا امل بوظت الرسالة يا امل. ما تولع الرسالة يا امل استني، ما هو ممكن يكون مجند حد مثلا مصري وخلاه يكتب الرسالة. لا بجد. ده انا اخاف اكتر. عارف يعني ايه مجندها؟ يا ده هيجندوك انت كمان. جندوني ايه يا امل؟ انت جايه هنا عشان تكبري لي المواضيع. أيوة انا اللي طبعاً. بكبر المواضيع. ايوه طبعا. انت بتقول اهو ممكن مجندين حد هنا، اكيد بيوصلوا لك عشان يجندوك. اكيد. وما انت فاكر ايه؟ عايزين يوصلوا لك ليه مثلا؟ افرض اصلا ولا الجندات بتاعه ده عصابه اصلا عايز تخطفك. انت عصابه ايه؟ ماسكه لي عصابه من الاول، وفي عصابه هتجيبني الغردقه. هات يا امل. ما هو ممكن بقى هات الرسالة يا بقى عم. لوحدك. الرساله اهي يا امل 200 حته اهي اهي. مفيش، ملناش دعوه. رساله. بقول لك ايه، انا قلقت والله العظيم هقوم انام هدومي وامشي. ايه ده؟ كمان رسايل؟ ايه ده؟ لا والله العظيم هستحمل، والله ما هستحمل. انا هلم شنطتي وارجع يا عم. ايه القرف ده؟ زي ما جيت زي ما هرجع بجد. انا تعبت. يا امل هو فين؟ الصوت ده الصوت ده ايه؟ بره مين بره؟ اطلع بقى نشوف بقى. اطلع بقى شوف انت في ايه. انا تعبت. روح انت بقى بص شوف في ايه، عشان والله العظيم الواحد اعصابه تعبت. انا اصلا بلم من هدومي وهمشي. الموضوع الباب مقفول، ايه اللي هيكون فتحه؟ لا في صوت انذار. الله، يعني الباب اتفتح. والله في صوت انذار على ايوه سامع. شوف في ايه بقى. شوف ايه. الباب مش مقفول كويس. مين دخل وخرج بقى؟ ايه ده؟ في ايد هنا. نزل. في ايه؟ يا نهار ابيض. طب شوف يمكن حط رسالة ولا حاجة. خش بسرعة خش. حبيبي انا همشي لو سمحت. انا همشي. لا انا همشي. مش هنعمل ايه؟ انا همشي بجد. حد فتح الباب عادي جدا، يعني احنا قاعدين الباب اتفتح عادي واترزع عادي جدا برضو. اللي هو ازاي ده؟ هو ده طبيعي؟ طيب ده طبيعي؟ انا حاسه ان هو ممكن يكون عشان سمع حركه في الاوضه فجري بقى. كان ممكن داخل عشان يحط رساله تانية او حاجه، انا معرفش. حاسس ان في حاجه تانية. اوعى تفتح الباب. مين؟ اوعى تفتح الباب. مين؟
مش فاتح، انا مش فاتح.